يا مساء الفل، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين. رجعلكم فيديو جديد. يعني لو انتي بتجهزي الفيديو ده علشانك عشان تتفادي كل الاخطاء وتستمتعي كمان بكل المميزات اللي هقولها لك، وعن تجربة حاجات كتير كنت عايزة اجيبها، وحاجات كتير جبتها واتدبست فيها، وحاجات كتير اتمنيت اني كنت جبتها بس بشكل تاني غير اللي انا جبتها عليه. بصوا بقى، نبدأ مع بعض شوية حاجات في تفاصيل، يعني في ازاي تجهزي نفسك جهاز محترم، ما تندميش على حاجة جبتيها. كل حاجة يعني تجيبيها تبقي مبسوطة، يعني مبسوطة بيها، وكمان زي ما تقولي كده بتعمل بفلوسها معاكي. فبالظبط كده يعني هقولك على الحاجات دي كلها، وطبعا استشيري اللي حواليكي وشوفي اللي هيناسبك برضو في الاخر ايه. تابع معايا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفيني، انا بيبو ودي قناتي روتينستا. عايزاكي بقى لو ما كنتيش لسه مشتركه، انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي جايه. واوعي تخرجي من الفيديو الا لما تتفرجي عليه للاخر، عشان بجد انا متاكده انك انتي هتستفادي منه جدا. مليان حاجات كتير والكلام كتير يمكن محدش اتكلموا معاكي قبل كده. في ناس كتير اتكلمت في جهاز العروسه، بس انا هكلمك في نقط معينه محدده هتخليك ان شاء الله تحددي كده انت عايزه ايه وتستفادي من كل حاجه هتجيبيها، ما تبقيش حطيتي فلوسك في حاجه تخسريها بعدين. بصوا بقى، احنا هنقسم الحاجات اللي جبتها او الحاجات اللي كنت عايزه اجيبها، هنقسم يعني الموضوع لأجزاء. هيبقى فيه جزء مثلا للمفروشات، وهيبقى فيه جزء للأجهزة الكهربائية، وهيبقى فيه جزء للحاجات اللي هي في الأساس اللي كنت جبتها واستفدت منها، واللي ما استفدتش منه، واللي واجهته يعني في الجهاز والحاجات بتاعتي. أول حاجة هنتكلم في الأجهزة الكهربائية. أول حاجة في الأجهزة الكهربائية كنت نفسي أجيبها المكوة، اللي هي مكوة البخار اللي هي بتكوي الحاجة وهي متعلقة، مش مكوة البخار اللي هي العادية اللي بنكوي بيها وبنحط فيها مية، لأ. انا بكلمك في مكوة البخار اللي هي بتبقي بتكوي الحاجة وهي محطوطة، سواء ستاير مفروشات، او سواء مثلا بدلة وهي محطوطة كده على الشماعة بتتكوي، قميص وهو محطوط على الشماعة بيتكوي، اي حاجة بقى. فالمكوة دي مفيدة جدا جدا وحلوة جدا فوق ما انت تتخيلي. لو في امكانياتك انك انت تجيبيها، جيبيها على طول من غير ما تترددي. تاني حاجة هكلمك فيها الغسالة. ابعدي عن الغسالات اللي هي 8 كيلو. يعني انا جبت غسالة معينة، مش عايزة اذكر الماركة بتاعتها، لكن ابعدي عن ال8 كيلو، جيبي الاكبر. طبعا الاكبر سواء 10 سواء 12 او 15 هتكون افيد لك، علشان لو انت عندك مثلا دفايات بتاعت السراير او مفارش بتاعت السراير اللي هي القطيفة، اللي هي مثلا بتكون 5 كيلو مثلا او 3 كيلو، فتقدري انك انت تستفادي من الغسالة دي بان هي تشيل حمل من عليكي، وان هي تغسلك الحاجات الكبيرة التقيلة شوية. دي تاني حاجة. تالت حاجة المكنسة. في مكنسة دلوقتي طالعة، المكنسة دي بالبخار. مكنسة البخار حلوة قوي قوي قوي، خصوصا انها مش بس بتنظف لك، ده بتعقم وتطهر الارض، ويعني حاجة بتخلي لك الشقة فعلا فلة. يعني سيبك بقى من كلمة تنظيف عميق اللي بنسمعها، لا دي فعلا اللي هتبقى عامله لك تنظيف عميق بجد. وخصوصا ان احنا في الوقت اللي احنا فيه يعني منتشر بقى الميكروبات والجراثيم، وخصوصا انك انت مثلا هيبقى عندك اطفال ان شاء الله لما تتجوزي، هيعطسوا بقى كتير، والعطس على الارض. ولو عندك بقى اطفال صغيرين زي ولادي كده ربنا يحفظهم، بيعطسوا كتير وعندهم جيوب انفية، فده بيخلي الانتشار بتاع الميكروبات اكتر، وبيبقى فيه العدوى اكتر. فاهمين اقصد ايه؟ يعني الطفل الصغير بيعدي كل اللي في البيت بمجرد ان هو بيفضل ماشي في الشقة عمال بيعطس على الارض. فمكنسة زي دي هتنضف لك مفروشات، هتنضف لك سجاد، هتنضف لك الارض، هتطهرها لك، بتنظف بالبخار، فتقتلك الجراثيم اللي موجودة. فبجد يعني من الحاجات الحلوة جدا اللي هتدفعي فيها فلوسك وانتي مطمنة كده ومرتاحة ومبسوطة بحاجتك انك انتي جايبة حاجة زي كده بجد قيمة. رابع حاجة العجان. العجان لو انتي بتحبي
المخبوزات هيبقى يعني هينفع معاكي جدا وهتنبسطي جدا انك انتي جبتيه. طب لو مش بتحبي المخبوزات، عايزه اقولك ان هو برضو ضروري وهتجيبيه، لانك يعني هتحبي قوي قوي انك بعد لما تتجوزي انك انتي تفرحي بقى جوزك وتعملي له معجنات وتبيني له بقى شطارتك كده وجمالك، انك انتي بتعرفي يعني ست بيت شاطره وبتعرفي تدبري كده وتعملي معجنات وشطوره. او بعد كده لو ما احتجتيهاش اول الجواز هتحتاجيها بعد كده لما يبقى عندك اطفال، هتحبي انك انتي تعملي لهم معجنات، تعملي لهم كيكه، تعملي لهم اي بقى نوع من انواع المخبوزات، فهتحتاجيها. وانا شايفه بصراحه ان هي حاجه من الحاجات الاولويات، يعني زيها زي اي جهاز من الاجهزه الكهربائيه اللي لازم تتجاب. زي ما بتجيبي بوتاجاز وغساله وتلاجة، هاتي عجان بصراحه، يعني من الحاجات المهمه جدا دي، مش من الرفاهيات. حاجة كمان اللي هي رقم 5، الفرن الكهرباء. فرن الكهرباء حلو وعملي وجميل جدا، بس هو عيبه الوحيد ان هو بيستهلك الكهرباء، بيستهلك كتير من الكهرباء، فهو ده عيبه. يعني لو انت مش هتستخدميه كتير وعايزاه يبقى موجود عندك، مثلا لو انت مثلا الانبوبه بتاعتك فضيت هينفعك الكلام ده، هاتيه. انما هو عملي، هو حلو. هنخش بقى كمان بعد كده، ده بالنسبة للأجهزة الكهربائية. هنخش بقى على المفروشات والجهاز عامة. أول حاجة هكلمك في الطقم الصيني. الطقم الصيني هاتيه آخر حاجة، لأن الأذواق بتتغير جدا، وطقم الصيني بجد ده من الحاجات اللي أنا جبتها بدري، وعلى ما جيت اتجوزت بصراحة كان ذوقه اتغير جدا وما كنتش راضية عنه، واتدبست فيه لان هو كان ما شاء الله كبير، يعني ما كانش صغير، فاتدبست فيه وما عرفتش بقى اني، او مش معرفتش، ما حبيتش اني اكلف اهلي اكتر من كده واكلف نفسي انا كمان واجيب طقم صيني، وحسيت ان انا كده بتبطر يعني. فانا جبت معاه حاجة يعني نص طقم كده صيني عشان ارضي نفسي يعني وابقى مبسوطة. انما هو الطقم الصيني هاتيه في الاواخر خالص قبل لما تتجوزي. تاني حاجة بالنسبة للحاجات التجهيزات بقى بتاعة المطبخ وكده، بلاش تجيبي حلل ألمونيا. الحلل الألمونيا بتخرم مع الوقت وبتعمل نقر كده سودة، ويعني بصراحة هو مش عملي ومش مش حلو. يعني ما تحاوليش اي طقم ألمونيا هتجيبيه، ما تحاوليش، هيخرم معاكي وهيعمل النقط السوداء، يعني ده مش سوء استعمال، هو بيبقى كده. طيب ايه حله؟ انك انت تجيبي بقى طقم استانلس، ده يعني احسن حاجة. طقم جرانيت، طقم تيفال، دي يعني اكتر الحاجات اللي حلوة جدا. والحاجات التركية، الجرانيت التركي والحاجات دي حلوة جدا يعني. ده بالنسبة للحلل. طيب شنطة المعالق. شنطة المعالق ما تجيبيهاش وتركنيها، يعني انا من الناس اللي جبت يعني معالق فرداني بستعملها في المطبخ، وبعد كده اشتريت وانا بجهز برضو شنطة المعالق. شنطة المعالق يعني انا شايفة ان هي يا تبقى شنطة معالق يا تبقى معالق فرداني، بس برضو شيك وشكلها حلو لو انت بتحبي فيها فضي او ذهبي او ايا كانت بقى الرسمة بتاعتك. بس يعني انا شايفة ان احنا منفضلش الضيوف عن نفسنا، يعني الحاجة اللي هتستعمل في البيت تبقى برضو شيك. فانا شايفة ان شنطة المعالق تكفي وحلوة وعملية وكل حاجة، بس تستعمليها ما تركنيهاش وتحطيها في النيش للضيوف لما يبقوا يجوا، يعني استعمليها لنفسك. دي من الحاجات اللي يعني تحطي تحتها خطين 3، لان شنطة المعالق ما هياش رخيصة وفيها قطع كتير. استعمليها، ما تسيبيهاش مركونة. تسيبيها مركونة ليه؟ ده بالنسبة للحاجات بتاعة المطبخ. ندخل بقى على السجاد والملايات والمفروشات. بصوا بقى، السجاد ابعدي عن كل السجاد التقيل، هيهد حيلك ومش هتقدري تنضفيه، مش هتقدري تغسليه، هيبقى صعب انك تبرميه وتشيليه ودراعتك هتوجعك، فهتفكري 100 مرة قبل لما تنضفي، وهتحسي انك انتي في حاجات دايما بتوقفك. فاشتري بقى الحاجات الحلوة الجديدة التركي اللي نازلة. مثلا بديل السجاد حلو جدا ومليان رسومات رهيبة، اشيك بكتير كمان من السجاد الاصلي. يعني انا اشتريت سجاد غالي بصراحة، بديل السجاد دلوقتي
دلوقتي احسن منه، ويعني عايزه اقولك اسعاره كمان حلوه، وكمان الوانه حلوه قوي قوي وبتليق على كل الاذواق، وسهل انك انت مثلا يبقى عندك غيارين للشقه، تحبي انك انت مثلا تدهني، يعني مثلا تفرشي رمادي مثلا في اي لون، والمره الجايه تعملي نبيتي في اي لون، يعني على حسب طبعا الديكور بتاعك وعلى الالوان بتاعه الفرش بتاعتك. لكن هو بجد اختراع، يعني حته انك انت تفرشي البديل بتاع السجاد واللي هي الكفرات حلوه قوي قوي وعجباني جدا، وبصراحه يعني بتدي شكل وروح تاني خالص للبيت. ده بالنسبه للسجاد. بالنسبه بقى للستاير، ما تعمليش برائع، واعملي الستاير اللي بتتعلق على مواسير، عملية جدا، سهلة التنظيف، سهلة انك انت تركبيها وتشيليها، مش هتحسي ان هي بتضايقك، ومش هتحسي انها شغلانة انك انت هتعمليها وهتضايقك. يعني من الحاجات الحلوة جدا انك انت تنسي فكرة البلتكنات والحاجات اللي هي الضخمة اللي بتاخد مكان، واعملي على المواسير، بصراحة يعني احسن بكتير جدا جدا. الملايات السادة والملايات المنقوشة، لازم تجيبي من الاتنين، بس الاشيك واللي لازم تجيبيه اكتر هو الملايات السادة بصراحة. يعني نتيجة استعمال الملايات السادة حلوة جدا جدا في الفرش، وبتدي رقي كده في الفرش وفخامة. اللي هي المنقوشة بتبقى اكتر للغرف بتاعة الاطفال، مش لغرف النوم الكبيرة بصراحة. دي الحاجات اللي لازم يعني ايه تبقي واخدة بالك منها كويس اوي. حاجة كمان عايزة انصحك بيها، اوعي تروحي تشتري كنبة سرير، الكنبة اللي بتتفرد سرير دي، الكنبة دي هي بتوفر مكان لكنها مش حلوة، هي عملية بس مش حلوة لو انت هتروحي تشتريها جاهزة. انما لو انت هتروحي تعمليها تفصيل عند نجار ايده حلوة وخشب نضيف وهيعملها لك متينة يعني، ومحتاجاها فعلا المساحة عندك ضيقة، حطي تحتها 100 خط. لو المساحة عندك ضيقة، لو المساحة عندك واسعة وتستاهل انك انت يبقى عندك سرير احسن من انك انت تجيبي كنبة سرير، لا طبعا اقولك هاتي السرير وبلاش تجيبي كنبة سرير، لان هي لو انت هتشتريها جاهزة بصراحة بتبقى خشبها وحش جدا، تفاصيلها ما تبقاش زي ما انت متخيلة، مش احسن حاجة. هي عملية حلوة للمساحات الضيقة، بس اعمليها تفصيل، ما تشتريهاش جاهزة. دي من الحاجات اللي انا ندمت ان انا اشتريتها جاهزة، ما كانتش تفصيل. فاضلك حاجتين يا ست البنات هقولهم لك، ودول كده هيبقى اديتلك الخلاصة بتاعت خبرتي كده في الجهاز بتاعي ومن وجهة نظري، والحاجات اللي انا شفتها حتى مع صحابي وندموا عليها. يعني دي الحاجات المهمة جدا اللي شايفة ان هي فعلا هتفيدك انك انتي تجيبيها في بيتك. ونيجي للحاجة اللي قبل الأخيرة المهمة جدا، الدريسنج روم. لو انتي قاعدة في شقة إيجار مش هينفعك، لو انتي هتقعدي في شقة تمليك مش هتتنقلي من شقة لشقة، مش هتروحي من مكان لمكان، الدريسنج روم أو الدولاب نفسه اعمليه زي دولاب الدريسنج روم بالظبط، ما تغيريش شكله. يعني ما تجيبيش دولاب عادي، فصلي دولاب يبقى زي دولاب الدريسنج روم، عملي جدا وشيك جدا، وبيبقى مليان مخابئ وتقدري تعيشي تحطي بقى فيه زي ما انت عايزة، تحطي فيه الهدوم زي ما انت عايزة، ياخد منك كتير، بيبقى مليان تفاصيل كتير، اماكن كتير، شماعات كتير، ارفف كتير، بيبقى منه للسقف، فبياخد معاكي على قد ما تقدري حطي. فبجد هو عملي جدا اكتر من الدولاب العادي بتاع اوضه النوم. واخر نصيحة هقولها لك بجد من اختي ليكي، اوعي تروحي تشتري فستان فرح لو منفوش هيبقى بجد مرضيكي، ومش هتعرفي تعينيه فين، ومش هتقدري تعلقيه في اي حتة لانه بياخد مساحة كبيرة جدا، ومن الاخر كده مش هتعرفي تتصرفي فيه. لو الفستان بتاعك سيمبل ومش منفوش وملوش زبونة وحجمه مش كبير قوي، تقدري تشتريه براحتك وليكي حرية الاختيار. لكن نصيحة مني، لو منفوش بلاش تشتريه، بلاش الشراء خالص. لو حجمه كبير وهياخد منك مساحة هتضايقي نفسك،
ومع الوقت مش هتبقي عارفه توديه فين. بس كده انا كده خلصت واديت لكم يعني اهم الحاجات واهم النصايح واهم الحاجات اللي انا وقعت فيها وفعلا ضايقتني وكنت نفسي اعملها وما عملتهاش. يا رب انتي كمان بقى تعمليها وتستفادي منها وتبقي مبسوطه بكل مشترياتك وحاجاتك بتاعه جهازك. اشوفكم على خير وما تنسوش لايك للفيديو وسلام عليكم.